السلام عليكم مشاهدي قناة الطارق سبورت. إن شاء الله الجميع يكون بألف خير. اليوم رجعنا لكم بمقطع جديد. بدي أتكلم فيه عن محورين رئيسيين تقريبا. أه، المحور الأول عن الإصابات التي تحصل في الفريق السوري حاليا، كيف ممكن نتغلب عليها وكيف بدنا ندخل المباراة. المحور الثاني عندي رسالة بدي أوجهها للاعبين بالفريق محددين، بس لا أذكرهم بآخر الفيديو. جميعنا يعرف أنه لدينا الآن مباراة حاسمة ومصيرية، وتعتبر مباراة نهائية أمام فريق كوريا الشمالية أو كوريا الديمقراطية. المباراة طبعا ستقام في لاوس في يوم الخميس القادم بتاريخ 6/6/2024. كنا نعول على الفريق السوري أنه يدخل المباراة بأفضلية تامة، باعتباره مسلح بجميع أنواع اللاعبين القادمين من أمريكا الجنوبية والقادمين من أوروبا، بالإضافة للاعبين المعروفين المحليين اللي بيلعبوا بالدوري السوري، بعضهم بالدوري السوري وبعضهم بالدوريات الخليجية. لكن للأسف الظروف أصبحت صعبة الآن بعد غياب مجموعة 9 لاعبين تقريبا أو 10 لاعبين، يعني يعتبر أقل شيء منهم 6 لاعبين أو 7 لاعبين من اللاعبين الأساسيين، الركائز الأساسية في الفريق السوري. الآن نحن لازم نتأقلم على هذا الوضع. هناك طبعا بس حابب احكي شيء في غيابات اضطرارية، يعني امر الله، اصابات هي خارجة عن الإرادة. انت لاعب عندك اصيب وكذا، خلص انت ما في مجال يعني الا بدك تجيب بديل. وفي لاعبين للاسف يعني غياباتهم باسبابهم هن، يعني في لاعب بده يطلع يعمل ظروف خاصة، يقدم على أوراق جنسية لأولاده، ما لقى وقت مناسب إلا بتاريخ المباراة، خلى كل أيام السنة حب يكمل أوراق الجنسية بيوم المباراة المصيرية مع الفريق السوري. طبعا عارفين من هذا اللاعب، يعني هو عمر خربين. طبعا في لاعب يعني حدد يوم زواجه بنفس الوقت كمان وراح يغيب عن المباراة. في لاعب عنده عملية بعينه، اختار وقت المناسب بأيام الفيفا، أيام المباراة المهمة. وطبعا الإصابات اللي اجت لاعب كمان عملية بالزايدة، واحد بده يتجوز، إنه واحد بده يسافر. للأسف يعني بالنسبة لعمر خربين تحديدا، يعني أنا كنت زمان على طول دافع عنه يا أخي. كان له غيابات زمان متكررة، لكن كنا نقول هي مباراة مثلا ودية، يغيب يعطي فرصة لغيره ولا شيء. بس أما تغيب على مباراة رئيسية مهمة، مباراة مصيرية للفريق السوري بحجة غير مقنعة، هذا شيء كبير بصراحة. يعني أنا بالنسبة لعمر خربين، هلا أنت المباراة اللي راحت أمام ميانمار اللي كانت بالدمام سجلت هاتريك يا أخي، 3 أهداف. طيب شو فقدت الأهداف اللي عم تجيبها للفريق السوري بالمباريات اللي راحت، إذا بالمباراة المهمة المصيرية اللي نحن محتاجينك فيها إنك تسجل هدف، إنك تغيب عن المباراة، معناتها انسف كل شيء عملته من أول، كله ذهب أدراج الرياح. الآن عندنا غيابات بالدفاع، أيهم أوسو هذا اللي إنه راح يتجوز، إيميليانو عمور حيغيب، حيصل قبل المباراة بكم ساعة، ما حيقدر يلعب. هي 2. داليهو اللي كنا معولين عليه جدا إنه يقود الفريق، هجمات الفريق من الجهة اليمنى، اجته إصابة وراح يغيب. أيضا غياب عمر خربين، غياب محمد عثمان بخط الوسط، غياب نوح شمعون من أول. المهم الآن الفريق لازم يلعب ككتلة واحدة بمحاولة الخروج بأقل الأضرار من هذه المباراة المهمة.
نحن نحتاج للتعادل. اهم شيء انه نمضي المباراة على خير، نخلص منها ونتأهل، وبعدين بنشوف شو الترتيبات بعدين، كيف بيقدر المدرب يلم اوراق الفريق من جديد. بالنسبة للاعبين اللي غابوا، في عندي بس تعليق على خيارات المدرب. يعني هلا المدرب كبر لما انت تستدعي ظهير ايسر بدل لاعب خط وسط، يعني شو ممكن تستفيد منه؟ هلا انت عندك، نحن عندنا بخط الوسط عندنا نقص لاعبين، وبالجناح الايمن اصابه كمان، نقص لاعب. استدعيت مهاجم ثاني وانت بحاجه للاعب بخط النص او بالجناح. عم لاحظ انا انه المدرب دائما عم يستدعي من نفس القائمه اللي موجوده عنده، يعني ما في عنده خيارات موسعه. ممكن انه يجيب لاعبين جدد، ممكن يستدعي سيمون امين حاليا عم يبدع بالدوري النرويجي. ايضا حابب اقول انا هالمباراه هي تحديدا في لاعبين راح يلعبوا بهي المباراه، لولا الاصابات اللي موجوده والظروف اللي صارت بالفريق كان ممكن ما نشوفهم نهائيا، او ممكن يكونوا احتياط، او حتى يعني ممكن على المدرجات. الان اجتكم فرصه ذهبيه، 90% انتم راح تشاركوا بالمباراه. هاي فرصه لحتى تثبت نفسك. انا الان عم وجه الكلام للاعب محمد الحلاق تحديدا. محمد الحلاق انا متاكد انه المدرب راح يستعين فيك سواء من بدايه المباراه او كالشوط الثاني. نحن واضعين املنا فيك كثير، هاي فرصتك لحتى تبرز وتخلي المدرب يخليك دائما من ضمن خياراته الاساسيه. اللاعب الثاني اللي حابب انه اوجه له رساله، وهي فرصه اجته فرصه ذهبيه جدا، هو كان خارج القائمه نهائيا، هو اللاعب أنطونيو يعقوب. أنطونيو يعقوب أيضا المدرب حيعطيك فرصة بهالمباراة، أنا متأكد. سواء يعني احتمال إنه يبدأ أساسي ضعيف صراحة، بس راح تاخذ فرصة بالشوط الثاني أو بآخر 20 دقيقة. اثبت نفسك، حاول تسجل هدف، حاول تعمل تمريرة حاسمة، حاول تجيب ضربة جزاء. هاي فرصة لك لحتى تتمسك بالفريق وتخلي المدرب يعني يعتمد عليك وتصير من العناصر الأساسية. مباراة حاسمة ونهائية، والجميع بحاجة مجهود لأي لاعب. أيضا عمر السومة لازم أنت تكون موجود بالمباراة بشكل جيد. لازم تكون عون للفريق، تحاول تجيب الهدف، تحاول تسجل، تتحرك، تدافع، تهاجم مع الفريق، تسمع كلام المدرب، ما في شيء عشوائي يا اخي. بس يعني هذا اللي كنت النقطتين دول اللي كنت حابب اتكلم عنهم اليوم. ان شاء الله يا اخي من هون ليوم الخميس القادم تكون النتيجة لصالح الفريق السوري. نتمنى خير ان شاء الله. اذا عجبكم محتوى الفيديو، الرجاء بس وضع زر الاعجاب واشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.